نحن نحاصر في المناهج المدرسية، نحن نحاصر حتى داخل مساجدنا، ولا إمام يقدر يتكلم ويقول القضية الفلسطينية. بالأمس كانوا يدعون للجهاد في أفغانستان عندما طالبت به هيلاري كلينتون، ويطالبون بالجهاد، واليوم لتدمرات الأمة لا أحد يطالب بالجهاد إلى جانب إخواننا في فلسطين. فأنا كنقول بأنه يجب أن ننتبه. اليوم نحن مستهدفون ولا يجب أن نخاف. حنا أمة لا تخاف، حنا راه بدينا من والو، ولينا أمة اللي غزات الأندلس وفين وصلت. كيف يعقل أنه اليوم يتم تخويفنا؟ وأنا هنا أريد أن أشير لواحد الحكم اللي نزل اليوم، واحد الحكم الذي أنصف الأستاذ ميلر في بريطانيا. المحكمة ديال بريطانيا أنها نصفت هذا الأستاذ الذي فصل عن منصبه بالجامعة تحت هذه التهمة اللي ولات يتكلموا عليها في الصباح وفي الليل وفي العشية ديال المعاداة السامية. كيف يعقل كيان يغتصب الأرض، كيان يقوم بحرب إبادة تجاه الشعب الفلسطيني، وهز علينا القلم السامية وحنا خايفين؟ عندك شي واحد فينا يقول سامية؟ نحن نفرق ما بين اليهود اللي عندهم لكم دينكم ولي ديني، وكيف قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا تبعنا ملتهم، حنا راه مشينا من الهالكين. إذا كيف يعقل اليوم حنا الأمة خصها تشجع. أنا كنظن الدور اللي يلعبوه الجوامع، المساجد، في التكوين، في التربية، في محاصرة الاستعمار بكل أشكاله، هذا دور كبير خصو يستمر بشكل جيد. وهنا كنقول يجب أن ننتبه.